النهاردة بقى هشارك معاكم طبق من أحلى الأطباق المصرية اللي تقريبا كلنا بنحبه، وخصوصا قبل رمضان. اللي بيحب يخزن واللي ما بيحبش يخزن تقريبا لازم يعمل كفتة الرز دي على الأقل مرة واحدة بس في رمضان. احنا كبيت أو كعيلة بنحب نعملها ونخزنها، وممكن كمان يجي رمضان وتكون هي خلصت ونعمل من أول وجديد. ولكن من أحلى الحاجات اللي احنا بنحب نعملها قبل رمضان، هنعملها مع بعض بطريقة حلوة جدا. والأهم من كل ده إن هي سهلة ومناسبة قوي للمبتدئين، وهقول لكم كل الحاجات اللي تخليها طالعة معاكم لونها ذهبي مش غامق أو أسود زي ما بنشوفها. يعني لو أي حد بيعملها باللون الغامق ده هيعرف فين المشكلة، وكمان لو بتفك منكم هتعرفوا كمان المشكلة فين. هنعمل معاها بطاطس، هقول لكم ازاي تطلعوا البطاطس سواها مظبوط وكمان الكفتة تبقى مظبوطة معاها. يلا بينا على طول نبدأ في المقادير بتاعتنا. أول مكون علشان نعمل كفتة الرز هي اللحمة. المعتاد عند الناس أو كعائلتنا إحنا إن إحنا بنستخدم اللحمة الجملي، ولكن بما إننا هنا في إيطاليا مفيش أصلا لحمة جملي ومش متوفر عندي غير اللحم البقري، فهو ده اللي أنا هستخدمه. أهم حاجة إن انتوا تختاروا قطعة لحمة من الفخدة تبقى ما فيهاش اي دهون تماما، حمرة تماما زي ما انتوا شايفينها كده. وتطلبوا من الجزار لو انتوا هتستخدموها في البيت يضربها لكم او يفرمها لكم وشين مع بعض، او كمان 3 وشوش، مفيش مشكلة. كل ما كانت انعم كل ما كانت افضل واسهل عليكي. نيجي بقى للخضار. انا بستخدم ال3 انواع من الخضار: الشبت، البقدونس، الكزبرة، ال3 مع بعض. ولكن بستخدمهم ببقى من قبليها بليلة غسلاهم كويس قوي ومنشفاهم وسايباهم بره التلاجة علشان ينشفوا براحتهم على ورق مطبخ. شايلة منهم العيدان لان العيدان بيبقى فيها كمية مية كتيرة جدا، ودي ممكن تكون سبب من اسباب ان الكفتة تفك معاكي. بصلاية واحدة وسط على الكيلو، ودي كفاية جدا لان برضو البصل سبب من اسباب ان الكفتة تفك معاكي. وعندي 7 فصوص من الثوم وسط. البهارات اللي انا هستخدمها للكفتة هي البهارات التقليدية خالص المصرية اللي احنا بنستخدمها من قديم الازل: الفلفل، الكمون، الكزبرة، الملح. وحطيت رشة بسيطة قوي من الحبهان المطحون، وزيها رشة بسيطة قوي من الحب 7 بهارات. وعندي بقى معلقة صغيرة من البيكنج باودر، دي مش اجباري او مش في الوصفة الاصلية، ولكن انا بحب اضيفها عشان ما تطلعش الكفتة مكتومة ولا اي حاجة. نيجي بقى للرز. الرز انا هستخدم دقيق الرز المطحون الجاهز، واللي انا بستخدمه دايما من ساعة ما جيت هنا تقريبا، لان انواع الرز هنا مختلفة تماما عن الرز المصري بتاعنا. فانا جربتها اكتر من مرة بالرز، كانت بتطلع جامدة، بتقرش بتقرقش، ما كانتش كفتة خالص. وجربتها بأكتر من طريقة لحد ما جربت دقيق الرز، والحقيقة الطعم هو ولكن بتسهل علينا. فما تسمعوش اي حاجة بتتقال ان دي مختلفة عن دي، جربوا الاول وشوفوا انتوا كذوقكوا محتاج ايه، جربوا في كمية بسيطة. انا هستخدم تقريبا 4 كوبايات، الكيس ده بيبقى 3 كوبايات ونص استخدمتهم على الكيلو اللحمة، يعني بيبقى 500 جرام تقريبا من دي الرز. ودي النسبة اللي انا بحب استخدمها، يعني بستخدم نص اللحمة رز. يعني أنا عندي كيلو من اللحمة استخدمت لها نص كيلو من الرز. وطبعا النسبة دي بتبقى متفاوتة وما بتفرقش قوي في نسبة تماسك الكفتة بتاعتي. ليه؟ لان في ناس بيحطوا قدام الكيلو لحمة كيلو رز، وفي ناس تحط 3/4 كيلو رز، في ناس بيحطوا نص كيلو رز. انا من الناس اللي بحب النص كيلو. طبعا هي تعمل كمية اقل من لو حطيتي رز اكتر من كده، ولكن اعملي اللي انت معتادة عليه. نيجي بقى للطريقة. عندي الكبة الكبيرة بتاعتي او تقدروا تعملوها في الكبة الصغيرة، مفيش مشكلة خالص. حطيت كل الخضار في الاول وضربتهم ضربة بسيطة، مجرد بس ما يفتتوا معايا. حطيت عليهم التوابل والبيكنج باودر
الفريزر وحطيت كمان اللحمة. مهم جدا لو اللحمة انتوا جايبينها مش طازة او كانت في الفريزر، انتوا لما تخرجوها على مصفى عشان تنزل كمية المية السايلة او الدم يعني اللي بيبقى فيها، عشان ما يبقاش فيها مية تماما. احنا كده قلنا اللحمة لازم تبقى ناشفة، الخضار يبقى ناشف كويس. الرز كمان لو تستخدموه رز عادي بتنقعوه من قبليها بليلة وبتفردوه كده على فوطة مطبخ لحد ما ينشف تماما، وبتطحنوه كويس بالمطاحن اللي عندكم. وطبعا بما ان انا ما عنديش مطاحن وجربت اكتر من مرة نوع الرز اللي موجود هنا، فخلاص انا بالنسبة لي كفتة الرز عندي بالرز المطحون. جربوا في كمية بسيطة وتعرفوا ان والله ما فيها اي فرق خالص بين الكفتة العادية. بس كده. بعد ما ضربت اللحمة مع الخضار حطيته في طبق كبير كده، وحطيت عليه كمية الرز اللي عندي. هي كان باكت كامل 500 جرام، ولكن هو ما بيبقاش 500 جرام بالتمام والكمال، بيبقى تقريبا 480 490 في الحدود دي. بعد ما بقلبهم كويس بايدي كده، ببدأ ان انا اضيفهم في الكبة وبضربهم ضرب خفيف، مجرد ان الدقيق يختفي تماما او الرز المطحون عندي يختفي تماما. وبعد كده بشيله وبحط بقية الكمية علشان برضو اخفي منه الدقيق. تقدروا تستمروا في الضرب، يعني دلوقتي بدل ما تشيلوا وتحطوا تقدروا تستمروا في الضرب، يعني حاجة حاجة لحد ما تلاقوا كمية الكفتة كلها لمت على بعض. لان الضرب يعني الضرب المظبوط في الكفتة او لو هتعملوها في الكبة، المرحلة اللي تقفوا فيها دي مهمة جدا عشان الكفتة بتاعتكم ما تفكش منكم، وكمان ما تبقاش مكتومة منكم. مهم ان انتوا توصلوا لمرحلة ضرب ان كل العجينة، كمية العجينة اللي موجودة في قلب الكبة تلم على بعضها كده وتشكل كورة واحدة. وطبعا ده ما بيبقاش من اول مرة او من اول ضربتين في الكبة، انتوا بتعملوها على اكتر من وش علشان تاخدوا النتيجة دي. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، انا بحط شوية شوية لحد ما عندي الكمية اللي انا حطيتها في الكبة تبدأ تلف على بعضها، وتكون عندي كده عجينة بتبقى طرية وبتلمسوها مش بتبقوا عايزين تسيبوها من ايديكوا اصلا، بتبقى ملمسها مريح كده زي الصلصال بالظبط لما بتيجوا تمسكوه كده، بس الصلصال الطري مش القاسي. فبتبقى بنفس المواصفات دي بالظبط. طيب بعد ما بخرجها من الكبة بحط كمية تانية وبرجع اشغلها لحد ما الكمية اللي انا حطيتها تتكون على بعضها وتديني كورة متماسكة بالظبط زي ما انتم شايفين كده. طبعا بتراعوا حجم الكبة بتاعتكم والوط بتاعتها، علشان يعني مش عشان نعمل شوية كفتة هنبوظ الكبة بتاعتنا. بتركزوا يعني لو انتوا كبة كبيرة بتحطوا كمية مناسبة ليها، وكمان لو كبة صغيرة الوط بتاعها صغير تقدروا تعملوا عليها، ولكن بكميات بسيطة وبين شوية وشوية تريحوها مثلا دقيقتين 3 علشان الكبة بتاعتكم ما تبص. وشوفوا لي بقى لونها المظبوط، لا هي ناقصة خضار ففتحة زيادة عن اللازم، ولا هي كمان الخضار زايد فيها فغامقة قوي على ما تيجي تحمريها تلاقيها اغمقت منك، ومع بعض الناس بتسود حرفيا. فمن كل نوع خضار استخدمنا النص ربطة بس واخدنا الورق بس، مش اكتر من كده. بس كده نيجي بقى على احلى لقطة في كفتة الرز اللي تقريبا ممكن نكون كلنا بنعملها علشان نتجمع على ترابيزة واحدة كده، وكل فرد في العيلة ياخد قطعة من الكفتة دي ويصبعها ويحطها يعني، وتجمعوا كده. وجزء تاني موجود كمان في المطبخ بيحمر الكفتة وريحتها بتبقى قلب البيت كله. هتصبعوها بقى بالطريقة اللي تعجبكم وبالحجم اللي يعجبكم. انا لما باجي اصبعها بستخدم شوية من الزيت علشان تسهل معايا الدنيا كده. ما بفضلش ابدا المية، لان هي مهما كنتوا استخدمتوا مية بسيطة بتغير برضو في قوام الكفتة. وبفضل برضو ان انتوا تحركوها كده على سطح قطاعة يعني زي اللي قدامي دي، علشان شكلها بيبقى مظبوط جدا وشكله حلو مش رفيعة، يعني مطلعش معاكوا رفيعة من الاطراف ومقلبظة كده من النص. فبس كده. الحجم بقى بتاعكوا انتوا، في ناس بتحبها صغننة كده مقطقطة، وفي ناس بتحبها كبيرة، وفي ناس بتحبها وسط، يعني اللي تفضلوه. في ناس بتحب كمان تعملها كور بس او صوابع بس، اللي تفضلوه. انا بعملها صوابع ده المعتاد يعني، بس انا بناتي بيحبوها برضو الكور دي، فكان اخر كمية كده فاضلة عملتها كور. طبعا لو زودت دي الكمية اللي انا عملتها، انا عملت صوابع الى حد ما متوسطة،
لو انتوا عملتوا اصغر من كده هتعمل لكم كمية اكبر، لو كترتوا فيها كمية الرز هتطلع لكم كمية برضو اكبر. ولكن كل ما بتكتروا فيها كمية الرز يعني طعم اللحمة نفسه مش عارفة، حاسة ان هو ممكن يختفي. فانتوا قولولي بتعملوها باي كمية رز في الكومنتات، وقولولي كمان يعني طعمها بيبقى باين فيه اللحمة ولا لا، علشان اجربها زيكم. عشان بقى تحمروها احنا عن نفسنا يعني بنحب نخزنها في الفريزر وهي متحمرة. فبحط كمية من الزيت وبتسخن كويس، وبتنزلوا فيها ضروري جدا تسخن كويس علشان الكفتة ما تفكش منكم برضو في الزيت لو درجة حرارته باردة. بتحطوا كمية، مش بتملوا قوي الطاسة علشان تتحمر من كل الجهات وتطلع معاكم بلون ذهبي زي ما انتم شايفينها كده. وبرضو مش بتحطوا الكفتة وبتسيبوها وتمشي، هتاخد لون واحد من جهة واحدة. قلبوا فيها من وقت للتاني عشان تطلع متساوية زي ما انتم شايفين كده. شكلها بيبقى حلو جدا، ريحتها بتبقى قلب البيت هشة، ومن بره مقرمشة ومن جوه مش مكتومة خالص، وطعمها يجنن. الريحة بتبقى قلب البيت حرفيا. سيبوها تهدى تماما بقى قبل ما تحطوها في اكياس او في الفريزر، وبعد كده كيسوها على حسب وجبتكم. علشان بقى تعملوا احلى كفتة او احلى صلصة لكفتة الرز، هجيب 3 معالق كبار من الزيت اللي احنا قلينا فيه الكفتة، ودي اساسي ما تستغنوش عنها لان بيودي طعم الصلصة في حتة تانية خالص. قطعة بسيطة من الزبدة او معلقة سمنة اللي تفضلوه. عندي ربع معلقة من الفلفل الاسود، ملح وكمون وكزبرة، معلقة كزبرة ومعلقة كمون صغيرة مليانة، والملح بقى على حسب الذوق. بحط نص معلقة في الأول، وبعد ما بخلص كل حاجة بشوف لو محتاجة بزود لها. ونص معلقة كبيرة من الثوم. وانا ما بحطش بصل على صلصة الكفتة، بحط توم بس. جربوها بالطريقة دي وانا واثقة ان هي تعجبكم جدا. بحط التوابل الاول وبعد كده بحط التوم وبقلبهم كده مع بعض، يا دوبك تشم ريحة التوم والتوابل دي، مش بتسيبيها على النار كتير. بالوقت ده بتبقى جاهزة عندي ان انا احط الطماطم على حسب الطماطم الموجودة عندك، سواء مركزة او عصير طماطم مفيش مشكلة خالص. تقدروا كمان تضيفوا معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. انا حطيت معجون الطماطم، وبانه مركز مش بيديني فرصة ان هي تتسبك كويس، فبخففها كده بنص كوباية من المية علشان تاخد وقتها كويس في التسبيك. بحطها بقى على نار عالية، اول ما بتغلي بغطي عليها لحد ما تتسبك تماما، وطبقة الدهون دي تطلع كده على الوش، بتبقى جاهزة ان هي يتحط فيها الكفتة بتاعتي. تقدروا كمان في المرحلة دي لو انتوا حابين تحطوا مكعب من المرق، ولكن انا ما حطيتش الحقيقة، بس انتوا لو بتحبوه تقدروا تحطوه برضو، هيطعم لكم طعم الكفتة قوي. بعد كده بقى بحط كمية الكفتة اللي انا عاوزاها او المناسبة لعدد افراد اسرتي، وبزود شوية من المية بحيث ان هي تستوي، لان طبعا احنا حاطينها على صلصة متسبكة. وانا عندي المية بحطها شوية شوية، يعني مش بحب ميتها كتير قوي او الصلصة فيها كتير قوي. فبسيبها على النار، بغطي عليها تاني ونار عالية. اول ما بتغلي عندي بهدي عليها لحد ما تاخد مثلا 5 غلوات 6 غلوات كده. ابدأ اضيف لها البطاطس، طبعا ده لو انتوا بتحبوا تحطوا البطاطس فيها. انا بحب احط بطاطس فيها، فبقطع عندي بطاطس. وبرده كمية البطاطس لازم تبقى مناسبة لكمية الكفتة اللي انتوا حاطينها. بقطعها مكعبات وسط، بتبقى مقلبظة كده مش زي بتاعت القلية علشان تستحمل معاكي الغليان والصلصة. وبسيبها بقى بغطي عليها تاني وبسيبها لحد ما الاتنين يكملوا سوا مع بعض. مش بحط البطاطس من الاول علشان ما تتهريش معايا على ما الكفتة تستوي. لازم البطاطس تبقى ماسكة نفسها كده مستوية، بس ماسكة نفسها. البطاطس من الحاجات اللي بتتهري على طول لو اتحطت في مية زيادة او صلصة، فبتتهري منكم. في الوقت ده بقى كانت استوت، ريحتها كانت فظيعة. اعملوا بقى جنبها رز بشعرية، رز ابيض، رز حبة وحبة. انا عملت جنبها رز بشعرية، وعملت كمان شوية من السلطة كده الخضراء، حطيت عليها فلفل حامي، كانت رهيبة. اظن شكلها مش محتاج وصف. اتمنى ان انتوا تجربوها، واتمنى كمان ان انتوا تكتبوا لي رايكم في الكومنتات وتقولوا لي بتستخدموا قد ايه مقدار من الرز لكل كيلو من اللحمه. هستنى اردكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامه.